تعالوا اليوم نجهز جلسة الدخان السوداني، نظرا لأنه بتجيني أسئلة كتير وما عارف بيشتروا طبعا الطلح وكده، فما بيعرفوا يعملوا كيف. طبعا أول حاجة هتجيبي نوع فحم يكون جوز هند. أفضل حاجة النوع اللي أنا بستعمله ده اللي هو المكعبات، موجود في الخليج بكثرة في كل مكان. طبعا التجهيزات حقتك أنت كأول مرة في حياتك تعملي دخان لازم يكون عندك حاجة تتمسحي فيها. أنا هنا استعملت الكركار الجسم أو لون المانجا معروف عند البعض. وبعد كده حطيت الجمرات عادي وحطيت عليها الطلح، وتستعملي بعد كده مروحة يد صغيرة أو بيدك عادي. دي طبعا بطانية الدخان، أو ممكن تستبدلها بأي بطانية عندك، طبعا دي مخصصة للدخان معروفة جدا. شايفين الرقبة حقتها بتيجي سحاب ويجي ربطة مع بعض عشان تمنع الدخان يطلع كثير. أهم شيء طبعا مصدر التهوية. والحاجة الثانية طبعا ما تستني لما يعجب كتير، خليكي من يبدأ خلاص شوية يبدأ يكون في دخان خلاص كده جاهز. المنتجات دي كلها متوفرة في الموقع، وأكيد لا تنسوا عرض الدلكة، أي كيلو دلكة مع ربع كيلو هدية معاه الزيت. كل الحاجات دي بخصم ولا في الأحلام. وأكيد لا تدعموني وتعملوا لي إعادة نشر، وشكرا.